بيبدأ مسلسلنا في حي جانجنام في سول في كوريا، وتحديدا في مكان اسمه أكيرا. وده مكان سهرات ومعروف في الحي إنه مليان مخدرات وشرب وحاجات كلها كده حرام. وبنشوف بره المكان 4 أشخاص واقفين، وقائدهم اللي اسمه كانج بيحاول يفتح فتحة يقدر من خلالها يدخلوا للمكان من غير ما حد يشوفهم. بس بيجيله واحد اسمه جو وبيزعقله وبيقوله إنه كده هيبوظ العملية. فبيقوله كانج إنه عارف كويس هو بيعمل إيه، وده أحسن وقت يدخلوا عليهم فيه. وبنعرف إن دول كلهم من الشرطة. وفعلا بعدها بيدخل كانج ومساعدته سيو وبيقبضوا على كل الموجودين. فبيروح جول كانج تاني وبيقوله إنه كان عارف إنه هيعملها، وتقريبا شبه بيتحول تماما وبيبقى شخص تاني غير اللي كان بيزعقله بره. وكمان بيحاول يعزم كانج على وجبة بمناسبة النجاح ده، بس أسلوبه بيبقى غريب جدا وكأنه بيبعد كانج عن حاجة. فكانج بيعمل نفسه رايح معاه، ولكن فجأة بيروح ناحية أوضة مقفولة وبيكسر بابها. وبيعرف كانج إن ده مصنع ومخزن للمخدرات، وبيلاقي كانج في حد شغال جوه فبيحاول يقبض عليه، ولكن الحد ده بيقاومه طبعا. بس في الآخر كانج بيكسر له رجله وبيشيل القناع من على وشه، وبيعرف إنه كيم فرد من أفراد الشرطة في المركز بتاعه، ولكنه طبعا شرطي فاسد. وطبعا لما بيودوه لمركز الشرطة علشان يحققوا معاه بيفضل يعيط وبيقول لكانج يعمل نفسه ما خدش باله يعني المرة دي، لأن عنده عيلة لازم يرجع لها. فبيحاول كانج يهديه وبيطلب منه يعترف باللي هو عمله وكمان المشاركين معاه، وكل حاجة هتتحل، وكمان هو هيقف جنبه ويساعده. فبيقول له كيم إنه كان مجبور يعمل كل ده، وبيعرفه كمان إن تقريبا المركز بتاعهم كله متورط في نفس الفساد. وبيحذر كانج إنه يبعد عن اللي بيحصل، وإلا الشخص اللي جابرهم هيقضي عليه. فكانج طبعا مش بيسمع الكلام ده وبيبلغ عن كل المتورطين، واللي أبرزهم يبقى هو جو، اللي أول ما بيشوف كانج بيقوله إن اللي عمله ده مش هيخلص زي ما هو عايز. وبنعرف بعدها إن كانج اترقى من بعد القضية دي، بس بنسيبنا منه دلوقتي. وبعد 3 سنين بنشوف بنت داخلة نفس المكان اللي اسمه أكيرا، وبتدي علبة لواحد كده بشعر ملون، وأبو شعر ملون ده بيروح بعدها لواحد تاني وبيديله العلبة، واللي بيكون فيها مخدرات طبعا. بس في وسط القعدة دي بنشوف بنت لابسة فستان أحمر واسمها جي، وبتكون شاربة هي كمان، ولكنها بتضغط على نفسها لحد ما بتدخل الحمام وبترجع كل اللي شربته علشان تفضل في وعيها، وكمان بتفضل تضرب نفسها علشان تفوق كده. وبتكون مخبية في الحمام تليفون وبتاخده وبتتصل ببنت اسمها لي وبتسألها هي فين، فبتقول لها لي إنها شاربة ومش عارفة إيه اللي بيحصل حواليها. فبتقول لها جي لازم تفوق نفسها وتهرب وإلا هيمسكوها ويخلصوا عليها. وبتقوم بعد كده وبتهرب من المكان، وده لأن أبو شعر ملون ورجالته بيجروا وراها، ولكنها بتعرف تهرب منهم. وبنروح بعدها لي صاحبتها وبنلاقيها قاعدة بتعيط قصاد واحد اسمه سايكي، وبيتصل بعدها بأبو شعر ملون وبيقول له إنه ملقاش حاجة على تليفون لي. فبيقول له أبو شعر ملون إن جي هربت منهم للأسف. فبيقول له سايكي إنهم لازم يلاقوها لأن أكيد الفيديو معاها، وهنبقى نعرف فيديو إيه ده بعدين. المهم إن جي أصلا بتبقى في الوقت ده بتفكر تمسح الفيديو، ولكنها مش بتعمل كده وبتبقى مستخبية. وبعدها بتلاقي تليفونها بيرن وبيكون حد اسمه يون، فمش بترد عليه، ولكنها بتروح ليون في المكان اللي هو عايش فيه، وبنعرف إنه مش عايز يأذيها زي الباقي يعني. وبنروح دلوقتي بقى الكانج، وبنعرف إنه بعد ما اترقى خدمته اتنقلت للأرياف، وده لأن الفاسدين اللي كانوا في سول مش حابين وجوده. ولكنه بتجيله مكالمة من مفوض اسمه مون، وبيبقى جايله مخصوص علشان يديله قضية مش عارفين يحلوها، وبيبقى في حالات اختفاء كتيرة في جانجنام، وكمان مركز الشرطة اللي هناك فاسدين، علشان كده هم محتاجين حد يقدر يخلص الموضوع ده بأسرع وقت ويتحدى الرؤساء الفاسدين دول. وبرغم انه بيحاول يرفض، ولكن مون بيصمم وبيقوله انه لو مش هيعملها بمزاجه فالصراحة كده هيتم إجباره. وبعدها بيجي تليفون لكانج من مستشفى بنته، وبيعرف ان حالة بنته بقت أوحش كتير. وبنعرف وقتها إن بنته بيسو مريضة نفسية وعندها اكتئاب شديد بيوصل لمحاولة إنها تأذي نفسها. وبيشوف كانج على إيد بنته تاتو غريب كده ومش بيبقى فاهم ده من إيه ده، ولكن مامتها بعد كده بتيجي وبنعرف إن كانج ومراته منفصلين. وفي وسط المشاكل دي كلها محدش بيبقى عارف يهتم بالبنت، بس بيعرف كانج إن بنته بتتعرض للتنمر في مدرستها. ولما كانج بياخد بنته علشان يرجعها البيت بيطلب منها
إنها تعرفه مالها وهو أكيد هيساعدها، ولكنها بتقوله إن هي مش هتعتمد عليه أبدا من بعد آخر مرة طلبت منه مساعدة فيها. وبنعرف إن من سنة بيسو طلبت منه يقعد مع واحدة صاحبتها علشان عندها مشاكل، وبنعرف إن صاحبتها دي تبقى هي نفسها جاي، ولكن كانج بيبقى كل كلامه لجاي جارح جدا لأنها بتبقى شغالة شغل مش كويس في أماكن السهر، وكانج بيبقى فاكر إن جاي هي اللي بتتنمر على بيسو، فبيهددها كمان إنه هيأذيها لو قربت من بنته تاني. فطبعا الموضوع بيكبر وبتتخانق جاي مع بيسو بسبب باباها وبتمشي. بس المهم إن كانج بعدها بيستلم القضية وبيقرر يرجع تاني لجانجنام. ولكن بالليل بنشوف يون وهو عند الواد أبو شعر ملون ده، وبرغم منظره الهادي ولكنه بيتجنن على الواد ده جدا لدرجة إنه بيخليه يعيط من الضرب، وبيسأله على مكان ليه، وبنعرف إنه هو اللي بيبقى مشغل البنات ولكنه بيعتبرهم أفراد عيلته. المهم إنه بيعرف مكان ليه منه، وفي الوقت ده سايكي بيبقى واخد ليه غصب عنها وبيدخلها أوضة فيها رجالة كتير وبيبان عليهم أغنياء وأصحاب نفوذ. ولكن بعد شوية بيقدر يون يوصل للمكان ده، ولكن في الوقت ده بيكون اتأخر، وده لأن ليه بتكون ماتت من تعذيبهم ليها. المهم بنعرف ان اللي عمل كده بالذات في ليه يبقى شاب اسمه نو، وبنلاقي سايكي بيتصل بيه وبيقوله وهو مرعوب ان جثة ليه اختفت، فبيتعصب نو عليه وبيقوله انهم لازم يلاقوا الجثة دي وكمان لازم يلاقوا جاي والا هيروحوا كلهم في داهية. وبنعرف ان نو يبقى ايدول مشهور وليه معجبين كتير ولكنهم طبعا ما يعرفوش حقيقته الحقيرة. المهم ان في عاملة نظافة بتلاقي جثة ليه في محطة مترو وطبعا بتبلغ الشرطة، ولما القضية دي بتوصل لمركز الشرطة كلهم بيبدأوا يشتغلوا. ولما كانج بيحاول يشاركهم في القضية بيقولوا القائد بتاعهم إن وجوده مش محبوب أساسا وياريت يقعد ساكت بقى لحد ما وقته معاهم يخلص ويغور في 60 داهية. فبيعرف كانج إن أيامه الجاية مش أفضل حاجة، فبيقرر يتواصل مع زميل قديم ليه وهو كيم اللي بيكون اتفصل من الشرطة وبقى رئيس عصابة قد الدنيا وبيتعملوا دلوقتي ألف حساب. وبرغم اللي حصل فيه من كانج ولكنهم بيفضلوا زمايل، وكيم بيرحب بيه في مكانه كمان، وبيطلب كانج من كيم وقتها يساعده في القضية دي لأن المركز كله مش طايقه وكده قضايا الاختفاء دي مش هتتحل أبدا. فكيم ما بيكونش طيب للدرجة دي يعني، وبيقول لكانج إنه مش هيساعده ولا حاجة، فبيضطر كانج بقى يوريه الوش التاني وبيقوله إنه لو ما ساعدهوش هيلبسه قضية محترمة يقعد فيها باقي عمره في السجن، فبيضطر كيم يوافق. وبنعرف وقتها ان في شرطية جديدة في المركز وبيكون اسمها مين، وبتبقى قريبة جدا من رئيس المركز اللي بيكون اسمه تاك، واللي بيكون هو كمان فاسد طبعا لانه بيبقى عارف اللي بيحصل في المركز بتاعه وساكت عنه، وكمان بيسقط التهم اللي كانت على جو وباقي الفاسدين. ولكن مين بتبقى عارفة اللي بيحصل ده وبتقول لتاك انه لو هيستغلها فياريت يعوضها عن اي حاجة. وفي الوقت ده بيكون كيم مخلي رجالته والبنات اللي عنده ويدوروا على يون لان هو اللي مشغل البنات واكيد عارف ايه اللي حصل ليه، وفعلا بيقدروا يعرفوا المكان اللي هيبقى فيه بالليل، وبيعرف كمان انهم رايح يقع في فخ لأن في ناس كتير عايزينه ميت، وفعلا يون بيبقى رايح علشان ينتقم لليه منه، وبيكون سايكي هو اللي قاله على المكان. ولما يون بيلاقي المكان بيتملي برجالة نو بيخلص عليهم وكأنه جيش كامل لوحده، بس طبعا عددهم الكتير بيخرجوا بإصابات أكتر، وبيقدر كانج في الآخر يروح له وبيخليه يركب العربية معاه ويهرب بسرعة لأن رجالة نو ما كانوش بيخلصوا. وفي الطريق بيسأل كانج يون على مكان جاي وإلا هتموت زي ما ليه ماتت، ولكن يون بينزف بشكل خطير وبيبقوا لازم يروحوا المستشفى الأول. ولكن فجأة بتطلع عربيتين من الشرطة وبيوقفوهم، وطبعا كانج بيبقى متوقع انه هيشوف جول فاسد ورجالته وبيبقوا عايزين يون علشان يخلصوا عليه لانه طرف مهم في القضية وهيكشف حاجات جو بيحاول يخبيها. وطبعا لما كانج بيحاول يمنعهم بيخاف يون من اللي بيحصل فبينط من فوق الكوبري اللي هم عليه وبينزل في البحر. ودي بتبقى أول مرة مين وكانج يقابلوا بعض، ومين بتبقى على درجة فساد عالية جدا لأنها بتقول لكانج إنه متهم بتهريب مجرم زي يون، فبيقول لها كانج إن جو رجالته كانوا هيخلصوا عليه، ولكن مين بتقوله إن مفيش دليل على كده. فبيسيبها كانج وبيركب عربيته وبيمشي وبيتصل بالمفوض مون وبيقول له انه لازم يشكل فريق من معارفه لان الفساد اللي بيحصل ده معطله انه يعمل اي حاجة. ولكن بعد شوية بنشوف يون وهو خارج من البحر وبنعرف انه عادي كويس وزي القرد، وبيكون بعد كده كانج فريقه. اول حد في فريقه بتبقى مساعدته سيو وبيبقوا عايزين يوصلوا ليون اهم حاجة. ولكن في الوقت ده بيكون يون وصل بيته وقدر يعالج جروحه وبيفتكر بقى بداياته، وبنعرف انه كان شغال عند
واحدة هي اللي بتشغل البنات دي. وأول مرة يقابل جاي ولي أعجب بيهم قوي لأنهم كانوا مختلفين غير الموجودين عندهم، وكانت شخصيتهم قوية جدا. وفعلا بدأ يون يوصلهم للأماكن اللي بيروحوها لأنه كان مجرد سواق وبس. ومع الوقت بدأ يقرب من جاي وبقوا صحاب قوي، وشافته راسم تاتو على إيده وعرفت إن هو اللي رسمه لنفسه، فطلبت منه يرسم لها نفس التاتو. ولكن في يوم الاتنين راحوا للست اللي شغالين عندها ولقوها ميتة، فقرر يون يمشي الشغل من بعدها ويبقى هو اللي مشغل جاي ولي وبنات تانية كتير. أما بقى عند كانج وكيم فبيقدروا يوصلوا للواد أبو شعر ملون ده، وده لأنهم عرفوا إنه من أهم الأفراد في عصابة التجارة بالبنات دول. بس لما بيقتحموا المكان اللي هو فيه بيبقى مليان رجالة كتير، ولكن كيم بيقدر يتخلص منهم. ولما بيروح كانج علشان يقبض على الواد أبو شعر ملون بيلاقيه مع بنتين وكان بيعتدي عليهم وبيصورهم كمان، يعني مفيش أحقر من كده. المهم إن في حد بيجري وبيحاول يهرب من المكان، فبيروح كانج وراه وبيعرف إن هو جو، وكان متوقع يعني بيبقى متورط في القضية دي برضو، مقفل اللعبة الولد جو ده. المهم بيقبض كانج عليه وبيروح يحقق معاه في مركز الشرطة، بس جو مش بيبقى مهتم بأي حاجة بتحصل ومش بيتكلم كمان. وبنعرف إن تاك أصلا متورط في اللي بيحصل ده، وكان متضايق جدا من غباء جو وإزاي يحط نفسه في موقف متخلف زي ده. ولكن جو بقى بياخد جزاته في السجن، وده لأن نو بيبقى على تواصل بمين وبيقول لها إنه تخلص من جو خلاص، وده لأنه بيخلي واحد في نفس زنزانته يقوم يخلص عليه وهو نايم، وده علشان ما يقولش حاجة عنهم. وكمان بيعرفها إنه بينصب فخ ليون وهيجيبه هو التاني. وبنلاقي رسالة فعلا جاية ليون وبتكون منه، وبيبعت له صورة بنته ووشها متغطي وبيقول له إن دي جاي ولو عايز ينقذها يجي علشان يقابله. فبتروح مين لكانج وبتقول له كل اللي تعرفه، وبتقول له إنها مش فاسدة ولكنها عايزة تقضي على تاك والفسدة اللي زيه، واضطرت تبقى واحدة منهم علشان تقدر تكشفهم في اللحظة المناسبة. المهم بقى عند يون بيروح فعلا وبيبقى طالع لنو، بس مين بتقدر تلحقه وبتتصل بيه وبتقوله اللي هيحصل له، ولانه مش مصدقها فبتتفق معاه على حاجة علشان تثبت له انه يقدر يثق فيها، وهي انها بتدخل على نو الاول فبتقلع البنت اللي المفروض تبقى جاي القناع. فبيقول لها نو انه كان فاكرها يون وكان هيبقى وشه بيضحك قوي لو كان عارف ان ده كله فخ. وبتبقى مين طبعا بتسمع يون كل حاجة لانه بيبقى في مكالمة معاها، وفعلا يون بيثق فيهم شوية وبيعرفهم المكان اللي عايش فيه. فبيروحوا يقابلوه هناك وبيسألوه مين هو اللي قتل ليه، فبيقول لهم انه نو لانها ماتت في الحدث بتاعه، والحدث ده هو بيعمله كل فترة وبيجيب بنته وبيعمل فيها هو وصحابه اللي هم عايزينه، وفي الاخر بتخلص بانهم يموتوا البنت دي من التعذيب ويخفوا بقى الجثة. ولكن المرة دي يون خد الجثة وحطها في المترو علشان القضية تتفتح، فبيتفقوا يفضلوا سوا لحد ما يوقعوا كل اللي كانوا سبب في موت لي او غيرها. ولكن كانج مش بيقدر يمسك نفسه وبيقول ليون انه عايز يوصل لجاي، فبيسأله يون ليه، فبيقول له كانج انها صاحبة بنته ومحتاجها، فبيقول له يون انه اكيد ابو بيسو. فبيعرفوا يون ان جاي جابت له بيسو في مرة علشان يعمل لها تاتو في ايديها اللي كانت محروقة من السجاير، وده بسبب التنمر اللي كان بيحصل لها. وبيقول لكانج وقتها انه اب فاشل وما كانش مهتم ابدا ببنته دي. وفي الوقت ده بتلاقي جاي رسالة من واحد اسمه جانج، وده يبقى صاحبها هي ويون، وبتعرف انه بيتعذب دلوقتي وهياخدوه على الكولسيوم. فبتبعت جاي رسالة ليون وبتعرفه اللي هيحصل في صاحبهم جانج، وبتقوله انها رايحة للكولسيوم. فبيقوم هو كمان وبيجري علشان يلحقهم، وفي طريقه بيتصل بكانج وبيعرفه هما رايحين فين. فبيسألوا كانج هو ايه المكان ده اصلا، فبيقوله ان دي مسابقة بتحصل كل فترة وبيحطوا كده رجالة في قفص وبيخلوهم يصارعوا بعض لحد ما يتبقى منهم واحد والباقي بيموتوا، وبيبقى في ناس كده أصحاب نفوذ وأغنياء من جمهور المسابقة دي. وفي نفس الوقت ده جاي بتقدر تركب عربية واحد من اللي كانوا رايحين للكولسيوم ده وبتغريه، وبمجرد ما بيدخلوا المكان بتخدره وبتربطه في العربية، وبتبدأ بعدها المسابقة وبتبقى مجزرة جوه القفص، وجانج بيبقى واحد من اللي بيتقتلوا جوه دول. وطبعا نو بيبقى هو المسؤول عن اللي بيحصل وبيبقى فرحان جدا بالفلوس اللي بيجمعها، ولكنه ما كانش يعرف ان كانج وكيم اقتحموا المكان، وكمان يون دخل القفص بنفسه وبدأ يخلص على اللي موجودين واحد ورا التاني علشان يحمي صاحبه جانج. وبيقبض بعد كده نو على جي اللي بتكون وقعت في الفخ للأسف هي كمان، وبيفضل يضرب فيها وبياخد سكينة كمان وبيعورها في وشها. وبيرجع بعد كده ليون وبيوريه اللي عمله في جي وبيفضل يضحك زي المجنون. ولكن الشرطة بعدها بتملى المكان وكل الناس الأغنياء بيهربوا، فبيحاول نو يهرب هو كمان وبيركب عربية مع سايكي وبياخد جي معاه، ولكن سايكي بيرمي نو بره العربية
عربية وبيقوله إن ده عقابه علشان ما كانش بيحترمه، وبتبقى دي بقى فرصة يون اللي بيهجم على نوب بسرعة وبيفضل يضرب فيه وبيعوره في وشه وكمان كان هيموته، بس كانج بيلحقه قبل ما يعمل كده وبيقوله يتمالك أعصابه وبيخليه يهرب قبل ما يتقبض عليه. وبكده بيكونوا مسكوا جاي وكمان نو الاتنين بيبقوا في المستشفى. ولكن تاني يوم بيلاقوا نو مخلص على نفسه في اوضته وبيبان ان في حد عمل في كده علشان يعني ما يتكلمش، بس بتيجي بعدها الكانج مكالمة وبيعرف ان بنته اتخطفت، وبيعرف من الناس اللي خاطفينها انهم عايزين جاي مكانها والا هيخلصوا على بيسو. بس كانج مش بيقدر يعمل كده وبيروح لجاي وبيقعد يتكلم معاها وبيقول لها انها اكيد فاكراه، وبيعرف انها فعلا بنت طيبة وكل اللي بيحصل في حياتها ده غصب عنها. وبتطلب بعد كده جاي من كانج ما يعرفش بيسو اي حاجة لانها لو شافت حالتها دي هتفضل تعيط زي العيال. فبيسأل كانج جاي هم ليه خلصوا على ليه اصلا وكمان عايزين يخلصوا عليها كده، فبتقوله انها زهقت من اللي بيحصل فيها هي وزمايلها من الرؤساء اللي بيعتبروهم ادوات تسلية، وقدرت وقتها تصور فيديو بينت فيه مين اللي بيعملوا كده من الناس المهمين، ولكن الفيديو ما بقاش معاها دلوقتي وهي ادته لحد علشان لو حصل لها حاجة يتنشر. وبتطلب بعدها من كانج يجيب لها اكل فبينزلوا مع بعض السوبر ماركت، ولكن جاي بتسمع كانج وهو بيتكلم مع سيو وبتعرف ان بنته مخطوفة بسببها، فبتقرر تهرب وفعلا بتهرب من باب السوبر ماركت الخلفي. ولكن بعد كام يوم بيقدروا يلاقوا بيسو في جنينة عامة وبنعرف ان جاي راحت سلمت نفسها للناس اللي خطفوها وده لانها عارفة هم مين اصلا. المهم انهم بيلاقوا الفيديو في تليفون جاي وبيقولوا لها ان الفيديو ده لو طلع في نسخة ليه معاها تانية هيخلصوا عليها، ولكن في الوقت ده هيستغلوها شويتين حلوين. المهم بقى بترجع بيسو لباباها ومامتها، اما جاي فبتبدأ تجهز للشغل الجديد بتاعها وبتبقى في واحدة صاحبتها اسمها سيون بتحاول تخبي الجروح اللي حصلت في وشها من كتر الضرب، ولكن جاي بتطلب من سيون خدمة وهي انها تديها تليفون، وبيقدر بعد كده كيم يعرف مكان جاي وبيعرف كانج وده لانها هتطلع على لايف غير شرعي وتعمل للناس اللي فيه اللي هم عايزينه وده الاستغلال الجديد اللي هتعمله. فبيقرر كانج يروح يلحقها وكمان بيلاقي يون رسالة صوتية جاياله ولما بيسمعها بيطلع يجري وده لانها بتكون جاي وبتكون بتودعه وبتعرفه ان هي هتروح تقعد مع لي علشان ما تزهقش وهيبقوا مستنيينه، وده معناه يعني ان هي تخلص على نفسها وتعمل اللي قتلوا ليه فضيحة. وبيكون يون عارف المكان اللي بيحصل فيه الكلام المقرف ده فبيروح لها، وبرغم ان كانج بيوصل للمكان اللي هي فيه ولكنه مش بيقدر يلحقها وده لان تشوي وده الراس الكبيرة اللي متحكمة في كل حاجة كان موجود، وكلهم وقفوا يتفرجوا على جاي وهي بترمي نفسها من شباك الأوضة اللي هي فيها وبتقع على العربية وبتموت. وبتكون دي اللحظة اللي يون وصل فيها، ولما بيشوف جاي كده بيفضل يعيط وهو منهار ولكن الشرطة بتبعده عن المكان، ولكن يون بيشوف تشوي في عربية وماشي من المكان وبيبقى عارف ان ده هو السبب فبيجري يون وراه، ولكن في عربية بتخبطه بالغلط فبيفقد الوعي. وبنعرف كمان ان جاي قبل ما تموت على طول بعتت رسالة لبيسو بتودعها فيها وبتعرفها انها بسببها هي عايشة. وبنعرف ان اول مقابلة بين جاي وبيسو كانت بيسو على سطح المدرسة وفي بنات بيتنمروا عليها وكانت جاي عايزة تخلص على نفسها اساسا، ولكن بسبب صوتهم بترجع في قرارها وبتفوق وبتنقذ بيسو منهم ومن وقتها وهم صحاب. المهم ان كانج بيتولى موضوع دفن جاي لان ملهاش اهل اصلا، ولكن بيسو بتقول لباباها انها مش عايزة تشوفه تاني وبتسيبه وبتمشي ومن وقتها وهم ما يعرفوش هي فين. وفي يوم بتلاقي مين رقم بيكلمها وبنعرف ان هو تشوي وبيقابلها بشكل شخصي بنفسه وبيبقى عايزها تشتغل معاه لان تاك ما بقاش يساعده زي الاول، ولو هي وافقت تشتغل معاه هتترقى وهتبقى في مكان هي ما كانتش تتخيله، ففعلا بتوافق. وبعد 3 شهور بنعرف ان كانج استقال من الشرطة وبقى سواق زي يون وده علشان يوصل للي قتله جاي ويجيب حقها وكمان يعرف بنته فين، وفعلا بتترقى مين وبتبقى صاحبة نفوذ لدرجة انها بتقدر تحول تاك للتحقيق بسبب الفساد. المهم بقى ان يون وكانج بيشوفوا بعض اخيرا من بعد ما ماتت جاي، فبيفضل يون يضرب في كانج لان جاي كانت معاه وهربت وماتت كمان، وبيطلب منه ما يتدخلش في اللي بيحصل بقى لانه هيقضي على اللي تسببه في موت لي وجاي بنفسه. وفي يوم كانج كان في مكان للسهر وبيحقق كده مع نفسه وعايز يعرف مكان تشوي، ولكنه بيتصدم لما بيشوف بنته ماشية مع مجموعة بنات ومعاهم سيون اللي كانت مع جاي قبل ما تموت وبيبقوا ماشيين من المكان، فبيفضل كانج ينادي على بيسو ولكنها مش بترد عليه،
فبيروح كانج ليون وبيترجاه يساعده ويعرفه مكان سيون دي، لأن بيسو بنته معاها وشكلها في خطر. فبيقول له يون إنه فرحان فيه لأنه أخيرا قدر يحس بالخطر ناحية حد عزيز عليه، وبيرفض يساعده. وبتستنى بيسو بقى اللحظة المناسبة وبتتكلم مع سيون وبتعرفها إنها كانت مع جاي قبل ما تموت وإنها عايزة ترجع حقها. وبنعرف إن الفيديو اللي جاي ماتت بسببه هي وليه مع بيسو أصلا، وكانت جاي بعتته لها مع رسالة الوداع وطلبت منها تديه لباباها. وبيقرروا وقتها هما الاتنين يتعاونوا ويجيبوا حقها. وبتروح مين الاجتماع مع تشوي وناس كتير زيه، وبتعرف إن هم اخترعوا مخدر جديد جامد قوي وعايزين ينشروه في البلد كلها، وكمان قبل ما ينشروه هيجربوه على شوية بنات وبيسو واحدة من البنات دول. ولكن أول كام بنت بيجربوا المخدر ده بيموتوا في نفس اللحظة اللي بيتعاطوا فيها. وبيكون كانج قدر يوصل للمكان اللي بيحصل فيه التجارب دي عن طريق إن مين بعتت له العنوان، ولكن المكان بيبقى مليان برجالة تشوي وكان هيموت، بس يون بيتدخل علشان ينقذه وبيقول له إنه كده ردله جميل إنقاذه ليه في أول مرة يشوفه فيها. وبيهجم بعد كده كانج ويون على المكان وبيبقى كل البنات ماتوا ما عدا بيسو. فبيقرر تشوي المختل يستمتع ببيسو شوية قبل ما يقتلها، فبتقرب بيسو منه ولكنها بتبقى عايزة تخلص عليه وتنتقم لجاي، ولكنها مش بتعرف طبعا تعمل كده. فبيفضل تشوي يضرب فيها، فبيسمع كانج صوت صريخ بنته، ولما بيدخل عليها بيلاقي تشوي ماسكها وحاطط حقنة في رقبتها وبيبقى عايز يقتلها بالمخدر. وفعلا بيخدر بيسو وبيجو واحد من رجالة تشوي وبيمسك في كانج وبيطلب تشوي منه يتفرج على بنته وهي بتموت قصاده. وفعلا بتفضل بيسو تضرب دماغها في الأرض، فبيخلص كانج على الشخص اللي كان ماسكه وبيقوم يجري على بيسو. وبتيجي مين بعدها وبتساعده وبيفضلوا يشربوها حاجات كتير لحد ما ترجع ومفعول المخدر يبطل شوية. وتشوي بيروح يركب عربية كالعادة يعني علشان يهرب، ولكن كانج بيكون قفل طريق الخروج بعربيته وبيقدر يوقف تشوي وبينزله من العربية وبيفضل يضرب فيه زي المجنون. وبيطلع بعد كده مسدسه وبيبقى عايز يخلص عليه، ولكن يون بيجي وبياخد منه المسدس وبيخلص هو عليه علشان كانج ما يدخلش السجن. وبكده بيكون انتقم لجاي وليه. وبعد فترة كبيرة بنشوف بيسو وباباها رايحين لقبر جاي، وبنعرف ان بيسو نشرت الفيديو وكل اللي كانوا في الفيديو والفسد اللي في الشرطة بيتقبض عليهم. وكمان بنعرف ان مين بقت في منصب عالي في الشرطة، وده لانها كانت بتساعد كانج في القبض على تشوي. وبيرجع كانج تاني لشغله كشرطي، وبيبقى كل فترة كده بيشوف يون بيخلص على مكان من اماكن تشوي وبيبقى عايز يطهر جانجنام كله. وبرغم ان يون مجرم ومطلوب للعدالة، ولكن كانج ما كانش بيفكر ابدا يقبض عليه لانه عارف كويس ان مش هو المجرم الحقيقي. المسلسل ده واجه مشاكل كتير لانه نوعا ما لمح لقضية الشمس الحارقة اللي حصلت في كوريا تقريبا من 2016 كده ل 2019، ومتورط فيها العضو السابق لبيج بانج الفرقة المشهورة اللي هو اسمه سينجري. لو عايزين تعرفوا عنها اكتر فنتفليكس اعتقد عاملين فيلم وثائقي عن الموضوع. يعني دي اكبر قضية تقريبا اتعرضت فيها بنات كتير للأذى كانوا بيشتغلوا او كانوا بيتواجدوا يعني في اماكن السهر وكده، ومتورط فيها اسماء كتير غير سينجري يعني، ولكن هو المتصدر المشهد. في الاخر الحكومة الكورية حكمت عليه، المحكمة يعني حكمت عليه ب3 سنين سجن، منهم تقريبا 2 قضاهم في الجيش. فكيوت قوي الحكومة الكورية دول، مش عارفة هم لقحوا عليهم كتير قوي في المسلسل ده، فعلشان كده الكوريين كانوا بيحاولوا يقفوا المسلسل بس ما عرفوش لانه كان تابع لديزني الحمد لله يعني.